النهارده هنتكلم عن حضاره بلاد العراق القديم، وده اول درس من دروس الوحده الثالثه. انا مستر اسلام مجدي مدرس التاريخ، وانتم بتتفرجوا علينا من خلال منصه سحاب. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان شاء الله هنكون معاكم على منصه سحابه لشرح ماده التاريخ الترم الثاني اولى ثانوي. ان شاء الله هنكون معاكم بالشرح على اليوتيوب، وعلى المنصه هيكون موجود حل الواجبات والتدريبات والامتحانات، وسيستم هيعجبكم جدا ان شاء الله. وهنكون موجودين معاكم في كل المواد، مش ماده التاريخ بس. كمان لو حابب تشترك معانا وتاخد خصم على كل مواد الترم الثاني، سجل دلوقتي في الفورم اللي في الديسكريبشن. ولاي استفسار ممكن تتواصل مع دعم منصه سحابه من خلال الارقام اللي موجوده في الديسكريبشن. في الوحدة الثانية هنتكلم عن 4 دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة اليونانية اللي هي حضارة الإغريق. في الدرس الثاني بنتكلم عن مصر تحت حكم البطالمة. في الدرس الثالث بنتكلم عن الحضارة الرومانية. والدرس الرابع والأخير بنتكلم عن مصر تحت حكم الرومان. لكن خلينا نبدأ النهاردة أول درس من دروس الوحدة الثالثة، وأول درس موجود معانا في الترم الثاني اللي هو حضارة بلاد العراق القديم. قبل ما نبدأ نتكلم عن تاريخ حضارة بلاد العراق القديم، وقبل ما نشوف حضارة بلاد العراق القديم، محتاج الأول أعرف هو إيه أصلا منطقة العراق القديم دي. إحنا بنسمع عنها بيتقال بلاد ما بين النهرين. هم إيه النهرين دول؟ نهر دجلة والفرات. الحضارة اللي قامت ما بين النهرين دول، نهر دجلة ونهر الفرات، بيطلق عليها حضارة ما بين النهرين أو حضارة بلاد العراق القديم. يعني يا مستر إحنا كده في البداية بنقول إن إحنا عندنا بلاد العراق موجود فيها نهرين اللي هم دجلة وإيه؟ والفرات. الأرض الخصبة اللي هي موجودة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات بيتقال عليها بلاد ما بين النهرين. يعني البداية بيقول لك ان بلاد ما بين النهرين دول موجودة ما بين نهر دجلة والفرات، والارض اللي هناك طبعا بما ان في نهرين فطبيعي جدا ارض خصبة صالحة للزراعة. بس هو بيقول لي خلي بالك، موجودة الارض دي من جزء سهل منبسط، يعني ارض مستوية جدا ومنبسطة في الجزء بتاع الجنوب، لكن بترتفع تدريجيا كلما اتجهت ناحية الشمال. يعني ايه؟ يعني في الجزء الجنوبي موجوده ارض منبسطه، وكل ما بتجه ناحيه الشمال كل ما الارض بترتفع. تمام؟ يعني لو جيت كده بصيت هنا على الخريطه هلاقي ايه؟ يعني لو جيت بصيت هنا كده على الخريطه دي، وجيت بصيت الارض اهي اللي انا بتكلم عنها اللي هي ايه؟ دجله والفرات، النهرين اللي بيصبوا في الخليج العربي. هو قصده ان الارض دي اللي موجوده تحت هنا ارض مستويه منبسطه سهله. تمام؟ لكن ارض مستويه منبسطه سهليه، ارض منبسطه، لكن في الجزء الشمالي هنا كده الارض مرتفعه. عشان كده الانهار بتاعت دجله والفرات بتصب فين؟ بتصب في الخليج العربي. لكن عكس مصر، مصر هنا النهر اهو، نهر النيل ده الارض العاليه هنا، عشان كده بنقول عليه ايه؟ صعيد مصر. لكن في الجزء الشمالي ده بيتقال عليه مصر السفلى. الانهار يعني نهر النيل هنا بيصب فين؟ بيصب في البحر المتوسط. الارض دي هي اللي مرتفعه والارض دي هي اللي منخفضه، لكن هنا الارض هنا هي اللي مرتفعه فبتصب في الخليج العربي. فهمنا الجزء بتاع ان في الجزء الجنوبي الارض منبسطه، وفي الجزء الشمالي الارض بتكون مرتفعه. نرجع تاني بقى للدرس بتاعنا. لو رجعنا كده للدرس بتاعنا تاني ونشوف بقيه الحضاره بتاعت بلاد العراق. تعالى بقى نرجع نكمل. خلاص عرفنا يعني ايه ما بين النهرين دي، عرفنا يعني ايه ما بين النهرين، عرفنا ان هي موجوده ما بين دجله والفرات. الارض اللي موجوده ما بين دجله والفرات في الجنوب بتكون سهل منبسط، وفي الشمال بتكون عباره عن منطقه مرتفعه. عشان كده النهرين بتوع دجله والفرات بيصبوا في الخليج العربي. طيب بيقول لي بقى في بلاد العراق قامت مدن عريقه. المدن دي عملت حضاره ما بتقلش خالص عن الحضاره المصريه القديمه، لان في تشابه زي ما قلت لك من شويه. اول حاجه لسه شايفينها موضوع الانهار. عندي في بلاد العراق القديم نهرين اللي هم دجله والفرات. تمام؟ وعندي في الحضاره المصريه القديمه موجود ايه؟ موجود نهر النيل. نهر النيل، صح كده؟ يبقى دي اول حاجه، التشابه ما بين الظروف اللي قامت فيهم حضاره بلاد العراق القديم والحضاره المصريه القديمه هو وجود الانهار والاوديه الخصبه. ده اول سبب او اول حاجه من التشابه اللي موجوده ما بين الاثنين. وطبعا طالما انا عندي ارض خصبه وعندي مياه عذبه، يبقى طبيعي جدا هيكون عندي حرفه الايه؟ الزراعه. طب زراعه يعني استقرار. الانسان زي المصري القديم كده بالظبط، لقى نهر النيل فبدأ يتعلم حرفة الزراعة، فبدأ الإنسان يستقر. بعد ما كان عايش حياة غير مستقرة وبيتنقل من مكان للتاني،
اصبح دلوقتي حياته حياه مستقره بسبب وجود الانهار، وبسبب ايه؟ وبسبب ان في استقرار وتعلم الزراعه. ده اول حاجه من الظروف المشابهه. طب ايه الشبه الثاني؟ الموقع المتميز. الموقع المتميز بالنسبه لبلاد العراق، والموقع المتميز بالنسبه لمصر. الموقع المتميز ده ترتب عليه ايه؟ التواصل الحضاري مع الدول المجاوره. يبقى انا لما يجي في الامتحان بيجي يقول لي ايه؟ وضح التشابه بين الحضاره المصريه القديمه وحضاره بلاد العراق القديم. التشابه ما بين الاثنين في نشاه الحضاره حاجتين: الانهار والموقع المتميز. الانهار والاوديه الخصبه ساعدت على قيام الزراعه والاستقرار. الموقع المتميز ترتب عليه ايه؟ التواصل الحضاري ما بين البلاد المجاوره. طيب ده كده اول جزء اتكلمنا عنه. طب ما تيجي نشوف بقى ايه هي الحضارات اللي قامت في بلاد العراق، المدن والدويلات اللي قامت في بلاد العراق. ركز كده معايا الترتيب بتاعنا. في البدايه خالص بيقول لي ايه؟ الحضاره بتاعت العراق، دول اقامت حضارات كبرى في العراق القديم، دي هنتكلم عنها دلوقتي كمان شويه. تمام؟ بعد كده الدول دي سقطت واستولى على العراق الفرس. طيب بعد الفرس جه الاسكندر الاكبر المقدوني. المقدوني من بلاد اليونان او الاغريق، الاثنين واحد. طيب عمل ايه؟ استولى على العراق، حارب الفرس وانتصر عليهم. بعد وفاه الاسكندر الاكبر اتقسمت الامبراطوريه زي ما لسه هنتكلم مع بعض، فكانت العراق وبلاد الشام من نصيب السلوقيين. وبعد السلوقيين جم الرومان. الرومان احتلوا العراق او حكموا العراق. وبعد العراق جم، وبعد الرومان جم مره تانية الفرس. يعني الفرس احتلوا العراق كم مره؟ مرتين. ادي اول مره وادي تاني مره. بعد الفرس فضلت كده لغايه ما جه الفتح الاسلامي وفتح بلاد العراق، واصبحت دولة العراق تابعة للدولة الإسلامية. طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بس ملخص سريع، لكن احنا هنشوف كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يبقى في البداية خالص كان في حضارات كبرى قامت في العراق هنتكلم عنها حالا. بعد كده سقطت العراق على ايد الفرس. اول احتلال خارجي او غزو خارجي كان الفرس. بعد الفرس جه الاسكندر الاكبر. بعد الاسكندر الاكبر جم السلوقيين، وبعد السلوقيين الرومان، وبعد الرومان الفرس مره تانية، واخيرا انتهى بالفتح الاسلامي. طيب في الدرس ده هنتكلم عن ايه؟ زي ما قلت لك، اول حاجه الحضارات بتاعت بلاد العراق. في البدايه خالص عندي دويلات اسمها دويلات سومريه. امتى؟ 4000 قبل الميلاد، بنقول عليها الالف الخامسه. في الالف الكام؟ الخامسه قبل الميلاد. الالف الخامسه قبل الميلاد. ركز في التفاصيل دي كويس جدا. يعني دي اقدم الحضارات او اقدم الدويلات اللي قامت في بلاد العراق. سنه كام؟ 4000 قبل الميلاد. احنا عندنا 4000 يبقى الالف الخامسه. طب لو 3000 يبقى الالف الرابعه. طب لو 2000 يبقى برضه الالف الثالثه، وهكذا. لان احنا عندنا الالف، 1000 سنه كده، 4000 يبقى الالف الخامسه. تمام؟ نفس القصه لما نيجي هنا مثلا عندنا 604. طب 604 هو القرن 100 سنه، يبقى دي 604 يعني القرن الكام؟ السابع قبل الميلاد. فركز كويس جدا في التفاصيل دي. يبقى اول حاجه الدويلات السومريه هنتكلم عنها. طب بعد الدويلات السومريه عندي الدوله الاكاديه 2350، يعني في الالف الثالثه. جميل جدا. بعد كده الدولة البابلية الأولى 1880 قبل الميلاد، يعني في الألف الثانية. تمام؟ يعني دي الألف الخامسة أهي، ودي الألف الثالثة. وبعد كده الدولة البابلية القديمة اللي هي بنقول عليها البابلية الأولى 1880 قبل الميلاد. بعد كده الدولة الأشورية 1100 قبل الميلاد، دي الألف الثانية. وبعد كده الدولة البابلية الثانية أو بيتقال عليها الدولة الكلدانية اللي انتهت على إيد الفرس زي ما قلت لك. هنا بقى في القرن السابع، مش الألف، القرن السابع. يعني دي الألف الخامسة، دي الألف الثالثة، دي الألف الثانية، دي الألف الثانية برضو 1800 بس دي في آخر الألف الثانية، دي في أوائل الألف الثانية. وهنا القرن السابع قبل الميلاد انتهت دولة العراق على إيد الفرس، أول غزو خارجي. طيب تعال بقى نتكلم عن كل الخمس دول دول بشيء من التفصيل شويه. قلت لي بقى ايه؟ ان اول حاجه كانت الدويلات السومريه. هم اول الشعوب اللي سكنت بلاد العراق، اول الشعوب. طب السومريين دول المفروض سكنوا العراق امتى؟ قلنا في الالف الخامسه قبل الميلاد. طيب السومريين دول عملوا دوله واحده، يعني حضاره واحده ومدن واحده، مدينه واحده؟ قال لك لا، عملوا عده مدن. طب المدن دي اللي هي ايه؟ سومر وأور ولجش. سومر وأور وايه؟ ولجش. طب دول كانوا مستقرين فين؟ لو رجعت للخريطه هتلاقيهم مستقرين في جنوب العراق. أور وسومر ولجش
دي المدن اللي كانت موجوده بتاعه الدويلات السومريه. الدول دي كانت دويلات مستقله. يعني ايه دويلات مستقله؟ يعني كل دوله او كل مدينه من دي هي كلمه دويلات تصغير لكلمه دوله. تمام؟ فكل واحده منهم كانت حكم مستقل، يعني لم يعرفوا الوحده، لم يصلوا للنضج السياسي. نضج سياسي ان الدوله تبقى كلها بيحكمها حاكم واحد، ليها جيش واحد، ليها اداره واحده. لكن هنا كان في كل دوله من دي او كل دويله من دي ليها حاكم، ليها جيش. وطبعا ده ادى الى ايه؟ عدم استقرار. يعني بعد كده كان في استقرار، وبعد كده اصبح حروب ما بين الثلاث دويلات دول اللي هي السومر وأور ولجش. فانا يجي يسالني في الامتحان يقول لك ايه؟ عرفت الدويلات السومريه النضج السياسي. العباره صحيحه ولا خطا؟ خطا طبعا. طب انتهت الدويلات السومريه بسبب ايه؟ بسبب الحروب وبسبب المنازعات اللي حصلت ما بينهم. يعني الاسباب اللي ادت لسقوطها كانت اسباب داخليه ولا خارجيه؟ اسباب داخليه. الحروب كانت فيما بينهم، ولكن ما جاش حد من الخارج احتلهم. فيبقى سقوط الدويلات السومريه كان بسبب ايه؟ بسبب الصراع الداخلي او عدم الاستقرار الداخلي نتيجه الحروب اللي حصلت ما بينهم، ادت الى ضعفها، وبعد كده تفرقت هذه الدويلات. عشان بعد عدم الاستقرار ده، وعشان بعد ما يحصل المشاكل اللي حصلت في الدويلات السومريه وانهارت، تيجي دوله تانية اللي هي الدوله الاكاديه. جم منين؟ من شبه الجزيره العربيه. واستقروا فين؟ استقروا في وسط العراق القديم. طب يا مستر الكلام ده كان قبل ما تنتهي الدولة السومرية ولا بعد ما انتهت الدولة السومرية؟ لا، احنا اتفقنا ان حصلت حروب ما بين سومر وأور ولجش. الحروب دي ادت الى ضعفها. فكانت لما جت الدولة الأكادية كانت كده كده موجودة أصلا في منطقة وسط العراق في وقت حكم السومريين. استنوا لغاية ما الحروب اللي حصلت ما بين السومريين تخلص، وبعد كده راحوا عليهم وحاربوهم واستولوا على المنطقة دي. طب مين أشهر الملوك؟ الملك سرجون الأول، أول ملك هنتكلم عنه في منهجنا. الدولة السومرية ما اتكلمناش عن ملوك، ما قلناش خالص إن كان في ملوك. هنا كانت دي دويلات وكل دويلة مستقلة. لكن بعد كده جالنا الدولة الأكادية. أول ملك هنتكلم عنه اللي هو الملك سرجون الأول. ده بقى اللي بيتقال عليه زي الملك مينا عندنا. ملك مينا، والملك مينا عمل إيه؟ أو الملك نعرمر عمل إيه؟ الملك مينا المفروض إن هو وحد البلاد. بص كده، سرجون الأول استطاع توحيد بلاد العراق القديم بعد ما كانت دول مستقلة أو دويلات مستقلة زي سومر وأور ولجش. لا، هو جه وحد كل المنطقة دي خالص وخلاها دولة موحدة سنة كام؟ 2350. يعني القرن الكام؟ لا مش هنقول القرن بقى، هنقول الألف الكام؟ 2300، ويبقى القرن الثالث. القرن الكام؟ القرن الثالث. عشان بيجي سؤال يقول لك ايه؟ دلل على صحة العبارة. السؤال ده سؤال مقالي، يقول لك دل على صحة العبارة: لم تعرف بلاد العراق القديم النضج السياسي إلا في القرن الثالث الميلادي أو الثالث قبل الميلاد. بقى احنا كده قبل الميلاد. إيه الدليل على كده؟ هقول له حيث استطاع الملك سرجون الأول توحيد بلاد العراق القديم في مملكة واحدة في 2350 قبل الميلاد. وطبعا أسس الدولة اللي هي الأكادية، فخد عاصمة ليها اسمها أكاد. دي كانت عاصمة لإيه؟ عاصمة للبلاد. تمام. طيب مات سرجون الاول، وبعد سرجون الاول انت متعود ان بعد الملك القوي بيجي ملوك ضعاف. قال لك لا، هنا جه 4 ملوك اقوياء، وبعد الملوك الاقوياء بقى جه بعدهم ملوك ضعاف، وضعفت الدوله الاكاديه. طب بعد الدوله الاكاديه عندنا مدينه اسمها مدينه بابل. استطاعوا لما لقوا الدوله الاكاديه ضعفت استولوا عليها، او سكان مدينه بابل سيطروا على باقي المدن اللي كانت موجوده وقاموا مؤسسين المدن بتاعتهم او الدوله بتاعتهم. يعني الموضوع ابتدى عندنا السومريه. السومريه دي كانت المفروض ايه؟ اور وسومر ولجش. الثلاثه دول حصل ما بينهم حروب ونزاعات ما بينهم وبين بعض ادت لضعفها. طب بعد الضعف ده جت الدوله الاكاديه، هما كانوا موجودين فين؟ في الوسط. طب استنوا لما دي ضعفت وقاموا محتلينها او حاربوها، واصبح كل ده تحت حكمهم واحد اسمه سرجون الاول، واتخذ اكاد عاصمه. طب بعد ده دي ضعفت اللي هي الدوله الاكاديه، سرجون الاول ده جه بعده 4 اقوياء، وبعد ال4 الاقوياء جه ملوك ضعاف. طب الملوك الضعاف ترتب عليها ضعف الدوله، فاستطاعت مدينه بابل او سكان مدينه بابل ان هم يوحدوا البلاد او يستولوا على بقيه البلاد ويعملوا الدوله بتاعتهم. تمام. طب اشهر الملوك اللي كانوا موجودين الملك ايه؟ الملك حمورابي. الملك حمورابي ده
عمل ايه؟ قال لي ركز معايا كده واحنا عايزين نحلل الاعمال اللي عملها. اول حاجه اعاده اعمار مدينه بابل. اعمار مدينه بابل وتوسيعها، يعني دي اعمال ايه؟ عمرانيه. لما يجي يسالك في الامتحان ويقول لك وضح لي الاعمال العمرانيه اللي عملها الملك حمورابي، اعمار مدينه بابل وتوسيعها. طب عمل ايه تاني؟ بنى معبد للاله اسمه مردوخ. الاله ايه؟ مردوخ. طب المعبد ده يبقى اعمال ايه؟ اعمال دينيه. تمام. حفظ الامن والنظام في البلاد، يبقى دي كده اعمال اداريه واعمال داخليه برضو. كل دي تفاصيل خلي بالك منها كويس جدا. مد حدود دولته حتى البحر المتوسط. ايه ده؟ يعني كان عايز يبدا يعمل امبراطوريه من بلاد العراق. يعني انا لو افتكر كده نهر دجله والفرات اهو بيصب في الخليج العربي، تمام، وعندي هنا بقى ايه؟ البحر المتوسط. الجزء ده مد حدود الدوله بتاعت العراق، كل الجزء ده كده لغايه فين؟ لغايه البحر المتوسط. يعني ده اول حد فكر يعمل امبراطوريه في بلاد العراق. قبليه سرجون الاول ما عملش. يبقى حمورابي ده مد حدود دولته حتى البحر المتوسط. طب البحر المتوسط ده يعني المنطقه دي اللي هي منطقه بلاد الشام، او كان بيتقال عليها زمان فينيقيا. يعني معنى كده ان الملك حمورابي لما اتجه في التوسعات بتاعته اتجه ناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب؟ لا، ناحيه الغرب. اهو الجزء ده كده هو هنا في بلاد العراق اهي، هو اتجه كده ناحيه الايه؟ ناحيه الغرب. طب اصدر كمان مجموعه من القوانين. من الترم الاولاني لما اتكلمنا على الملك حور محب. مستر معلش بس احنا بنتكلم على الترم الاولاني ليه؟ مش احنا في الترم الثاني وبناخد بلاد العراق؟ كل شويه عماله تقول لي مينا بيتشابه مع الملك سرجون الاول عشان توحيد البلاد، ودلوقتي بتقول لي ان حمورابي بيتشابه مع حور محب في اصدار القوانين. ما هو معلش احنا عندنا الموضوع تراكمي شويه. احنا عندنا دايما هتلاقي اسئله بيحاول يجيب وجه الشبه ما بين حاجات حصلت في الترم الاول والترم الثاني، فلازم تركز فيها وتخلي بالك منها. عشان كده انا بقولها لك. يبقى حمورابي هنا اصدر قوانين، يبقى بيتشابه مع مين؟ بيتشابه مع حور محب في العلاقه الايه؟ العلاقات المصريه العراقيه. عمل ايه؟ اصدر مجموعه من القوانين. اصدر مجموعه من القوانين يعني ليه سلطه ايه؟ تشريعيه. سلطه ايه؟ تشريعيه. ده مين ده؟ الملك حمورابي. طب القوانين دي هو كان عايزها تعيش فتره طويله. عمل ايه عشان القوانين دي تعيش فتره طويله؟ ما كتبهاش على ورق ممكن تضيع، ممكن تحصل لها حاجه، لكن كتبها على لوح صلب. اللوح ده لوح صلب، تمام، اهو سجل عليه القوانين بتاعته، تمام، وفي اعلى اللوح صور نفسه وهو بيقدم القرابين للاله اسمه الاله شمش. لا مثلا انت قلت مردوخ، لا هو هنا معبد، عمل معبد للاله مردوخ، لكن هو صور نفسه بيقدم القرابين لمين؟ للاله شمش. وده شمش، هو اسمه شمش مش شمس. الاله شمس، شمش. فخلي بالك هنا تصوير الملك حمورابي نفسه وهو بيقدم القوانين او هو بيقول القوانين دي للاله بتاعه اللي هو شمش. ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على تغلغل الدين في حياة العراقيين ومدى تأثرهم بالدين في حياتهم. فخلي بالك من النقطة دي جدا. طب هم كام قانون؟ عمل 282 قانون او 282 ماده. احنا هنتكلم عنهم كلهم؟ لا مش هنتكلم عنهم كلهم، احنا بس هنوضح 5 أو 6 مبادئ من القوانين بتاعت حمورابي. زي ايه مثلا؟ قال لك اول حاجه يشهد زورا في قضيه جنائيه. اي حد هيشهد زور. يعني ايه هيشهد زور؟ يعني واحد ما شافش حاجه او شايف ان في حد سرق فعلا، ولما يروح يشهد قدام القاضي يقول له لا والله ده ما سرقش، وهو شايف ان هو سرق. دي كده اسمها شهاده زور، ده كده، تمام. فطبعا دي اول حاجه. قال لك ايه؟ هيعاقب اي حد هيشهد زور في قضيه جنائيه. تاني حاجه اي حد هيخطف الاطفال هيعاقب. اي حد هيجري عمليه جراحيه وتؤدي الى وفاه المريض هيعاقب. اي حد هيسرق. اي حد هيضرب اباه. اي حد هيبني بيتا ثم ينهار واي اللي كان موجود جوه هيموت هيعاقب برضه. يعني معنى كده ان كل القوانين او المبادئ بتاعت حمورابي كانت تخص الناحيه الاجتماعيه. تخص الناحيه الايه؟ الاجتماعيه. طب استنتج من ده برضه ان العراقيين كانوا متقدمين في علم ايه؟ هبص هنا كده بيقول لك اي حد هيعمل عمليه جراحيه والمريض بتاعها هيموت يبقى بيدل على تقدمهم في علم الطب. قلت له مستر طب ازاي اذا كان هو هيعمل عمليه لحد وهيموت؟ ايوه، ما هم يعرفوا منين ان هو مات بسبب العمليه الجراحيه؟ ان هو هيتعمل تشريح، هيشرحوا الجثه وبناء عليه يقدروا يخمنوا بقى اذا كان هو مات بسبب غلطه في العلاج او العمليه الجراحيه دي كان فيها مشكله، ولا هو مات موته طبيعيه.
فده تقدمهم في علم الطب. نفس القصه، هيبني بيت والبيت ده هينهار، يبقى تقدمهم في الهندسه اللي هي العمران والبناء والتشييد. فخلي بالك من التفاصيل دي كلها. تمام يا جماعه؟ طيب، دي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لحمورابي والدوله بتاعته اللي هي الدوله البابليه الاولى. هفكرك تاني، احنا في اول الدرس اتكلمنا عن ايه؟ قلنا ان كان في علاقه ما بين او تشابه ما بين الحضاره المصريه القديمه وحضاره بلاد العراق. التشابه ده في حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه الانهار، وتاني حاجه الموقع الجغرافي المتميز. الانهار ساعدت على الاستقرار وقيام حرفه الزراعه، اما الموقع الجغرافي المتميز ساعد على التواصل الحضاري اللي موجود ما بين الاثنين، ما بين الدوله بتاعه العراق وبقيه البلاد المجاوره ليها، او دوله مصر والبلاد المجاوره ليها. بعد كده اتكلمنا على التاريخ بتاع بلاد العراق. قلنا اول حاجه السومريين، اول الشعوب اللي سكنت بلاد العراق القديم، وكونوا دويلات صغيره زي اور ولجش وسومر. الدويلات دي كانت مستقله، يعني مش تحت حكم واحد، وكل دوله ليها حاكم مستقل. حصل خلافات ما بينهم، حصلت حروب ومنازعات. الحروب والمنازعات دي ترتب عليها ضعف الدوله السومريه، لغايه ما كانت الدوله الاكاديه اللي هم جم بعدهم كانوا موجودين في الوسط بتاع بلاد العراق، واستطاعوا ان هم لما ضعفت الدوله السومريه الاستيلاء عليها. وعندنا ملك اسمه سرجون الاول في الدوله الاكاديه استطاع توحيد بلاد العراق. عشان كده قلنا بيتشابه مع الملك مينا او نعرمر اللي هو من الحضاره المصريه القديمه. فده تشابه ما بين الاثنين. بعد كده الدوله دي اللي هي اصبحت دوله موحده، ده سرجون الاول. بعده جه 4 ملوك اقوياء، وبعد ال4 ملوك اقوياء جم ملوك ضعفاء، فانهارت الدوله واستطاع سكان مدينه بابل ان هم يسيطروا عليها. طيب، مين اشهر الملوك في بابل؟ كان الملك حمورابي. اهم اعماله اعمال عمرانيه، زي ان هو اعمر او اعاد اعمار مدينه بابل، وحاول يمد الحدود الى البحر المتوسط، وعمل معبد للاله مردوخ. تمام. واصدر مجموعه من القوانين عرفت بقوانين حمورابي، وصلت 282 ماده، لكن احنا اتكلمنا عن كذا قانون، بس 4 أو 5 منهم، زي اللي يشهد زور في قضيه جنائيه، او يخطف الاطفال، او يجري عمليه جراحيه تؤدي للوفاه، او يبني بيت وينهار اللي موجود جواه، او يسرق، او يضرب اباه، يعاقب كل حد هيعمل الحاجات دي كلها. طيب، بعد كده عندنا الدولة الأشورية. الدولة الأشورية اللي هي المفروض في الألف الثانية قبل الميلاد، 1100 قبل الميلاد. الدولة دي اللي هي الدولة الأشورية، هم جم منين؟ برضو من شبه الجزيرة العربية، بس لما جم استقروا في الأجزاء الشمالية. أرجع كده أفتكر في أول الدرس قلت لك إيه؟ قلت لك إن نهر دجلة والفرات اللي هي دولة العراق اللي هم بيصبوا في الخليج العربي. تمام. الارض هنا في الجنوب منبسطه مستويه كده، لكن الارض هنا في الشمال مرتفعه. فانا بقول لك الاشوريين جم استقروا في الجزء الشمالي ده، الجزء الشمالي. جم الاشوريين قعدوا هنا. يعني معنى كده لما يجي يقول لك ايه السكان اللي كانوا موجودين في اعلى المناطق في بلاد العراق، هقول السكان مين؟ الاشوريين. ليه؟ لان هم كانوا موجودين في الجزء الشمالي من بلاد العراق، وانا قلت لك في اول الدرس ان الجزء الشمالي من بلاد العراق ده المفروض ان هي اراضي مرتفعه، لكن الجزء الجنوبي دي اراضي منخفضه. خلي بالك من التفاصيل دي. تعال نكمل. المفروض ان الدوله الاشوريه عاصمتها اشور، الدوله السومريه سومر، الدوله الاكاديه اكاد، البابليه بابل، والدوله الاشوريه اشور. وكان في عواصم تانية بس دي اشهر العواصم. عندنا تاني غير اشور مدينه اسمها نينوى. مدينه اسمها ايه؟ نينوى. مدينه دي من اهم المدن بتاعت الدوله الاشوريه. اشهر ملوكها بقى، خلي بالك دي الدوله الوحيده اللي هنتكلم فيها عن ملكين. الملك سرجون، بس هنا سرجون الكام؟ الثاني، لان سرجون الاول كان في الدوله الاكاديه، ده سرجون الثاني. في عهده عمل جيش قوي. تمام. وعمل سيطره على بلاد بابل. سيطره على بلاد ايه؟ بلاد بابل. تعالى بس نمسح الجزء ده. تمام. سيطرة على بلاد بابل، كون امبراطورية عظيمة. ايه ده؟ يعني بيتشابه مع مين؟ مع الملك حمورابي اللي هو امتدت حدود دولته لغاية البحر المتوسط، وده عمل امبراطورية عظيمة. يعني الاثنين بيتشابهوا في التوسعات الخارجية. التوسعات الخارجية مين هم؟ الملك حمورابي والملك سرجون الثاني. تاني ملك اللي هو سنحاريب ابن الملك سرجون الثاني. يعني لما مات سرجون الثاني مسك من بعده الحكم الملك سنحاريب. الملك سنحاريب ده عمر مدينة نينوى، تمام جدا، لكنه خرب مدينة بابل اللي هي كانت عاصمة بتاعة الدولة البابلية.
يعني خرب مدينه بابل وعمر مدينه نينوى. ولكن بسبب بقى السياسه بتاعت الشده والظلم وعدم العدل اللي كان موجود في الدوله الاشوريه، الدوله الاشوريه دي بما ان هي كونت امبراطوريه عظيمه، فكل السكان الامبراطوريه هم كانوا بيستخدموا معاهم المنازعات والشده والاستبداد وفرض الضرائب، والحاجات دي كلها ادت الى ان الشعب هيوافق ولا هيقوم بثورات؟ لا، هيقوم بثورات، لان مش عاجبه طبعا اللي بيحصل ده. فبسبب السياسه بتاعت الشده والظلم والاستبداد اللي اتبعها الملوك الاشوريين، اذا كان سنحريب او سرجون الثاني، ده ترتب عليه قيام الشعوب بثورات ضدهم، وده ترتب عليها الثورات دي انهيار الدوله الاشوريه. يعني مثلا ممكن يجي لي السؤال هنا ازاي؟ ممكن يجي يقول لك ايه؟ ان الدوله الاشوريه ما طبقتش مبدأ الديمقراطية أو ما طبقتش مبدأ المشاركة السياسية، فده ترتب عليه إيه؟ نتيجة الاستبداد والظلم وعدم المعاملة الحسنة، أدى إلى أن الشعوب قامت ضدهم بثورات، وترتب على الثورات اللي قامت ضدهم دي إيه؟ ترتب عليها أن الشعوب لما قامت بثورات سقطت الدولة الأشورية، يعني ده سبب في سقوط الدولة الأشورية. طيب ده الملك سنحريب وده الملك سرجون الثاني بتوع الدولة الأشورية. لما انهارت الدولة الاشوريه، عندنا بعد كده الدوله البابليه الحديثه، اخر الدوله اللي هنتكلم عنها، او بيتقال عليها الدوله الكلدانيه. مين الكلدانيه اللي جم في القرن السابع؟ خلي بالك هنا القرن مش الالف، القرن السابع قبل الميلاد. الدوله الاكاديه نسبه لناس اسمهم الكلدانيون، جم منين؟ برضو من شبه الجزيره العربيه. ايه ده؟ خلي بالك انا كل شويه عمال اقول لك جم من شبه الجزيره العربيه، جم من شبه الجزيره العربيه. يبقى لما اجي اسالك سؤال واقول لك ايه، والسؤال ده خلي بالك هيبقى عليه مكافاه وهيبقى عليه خصم، جاوب الاجابه في التعليقات، يعني وقف الفيديو وجاوب الاجابه بتاعتك في التعليقات، وبعد كده ارجع اشوف الاجابه صح، واحنا هنعمل اختيار عشوائي كده من الاجابات اللي موجوده في الكومنتات، وبناء عليها هيكون في خصم كبير جدا بالنسبه للناس اللي هتجاوب اجابه صح. لما اجي اسالك واقول لك ايه؟ جددت بلاد العراق القديم، جددت بلاد العراق القديم دمائها من الجنوب ولا الشمال ولا الشرق ولا الغرب؟ جددت بلاد العراق القديم دمائها من الجنوب ولا الشمال ولا الشرق ولا الغرب؟ ركز كده وفكر وجاوب الإجابة الصح. طيب بعد كده جم الكلدانيون دول قبل الإسلام، قبل الإيه؟ الإسلام. آخر الشعوب اللي هاجرت من شبه الجزيرة العربية هاجروا قبل الإسلام واستقروا في منطقة الفرات. استقروا فين؟ في منطقة الفرات، بس الفرات الأوسط. احنا عندنا في الأنهار زي ما شفنا نهر دجلة، نهر الفرات اللي هم بيصبوا في الخليج العربي في منطقة الفرات الأوسط هنا الناحية دي كده، واتخذوا مدينة بابل عاصمة برضو يعني زي الدولة البابلية الأولى، الدولة البابلية الثانية أو الكلدانية اتخذوا مدينة بابل عاصمة لهم. أشهر ملوكها الملك نبوخذ نصر الثاني. أنا بس عايز أوضح لك حاجة، خلي بالك يعني ده هنا الخليج العربي، صح؟ الخليج العربي، وهنا منطقة شبه الجزيرة العربية، تمام؟ وهنا دولة العراق، وده اتجاه الشمال وده اتجاه الجنوب، تمام؟ وده هنا الشرق وهنا الغرب. هنا طبعا ايه؟ بتاع البحر المتوسط واللي هي منطقة فينيقيا. دي منطقة شبه الجزيرة العربية اللي جم منها الكلدانيون، آخر القبائل اللي هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى العراق. العراق دي في الشمال وشبه الجزيره العربيه في الجنوب. لو انت مركز هتعرف تجاوب السؤال صح. اشهر ملوك الملك نبوخذ نصر الثاني. الملك نبوخذ نصر الثاني ده عرف بالقوه والصلابه في حكم البلاد، وكمان كفاءه عسكريه واداريه. فلما اجي اسالك واقول لك ايه؟ دلل على صحه العباره او فسر. استطاع الملك نبوخذ نصر الثاني تكوين امبراطوريه كبيره. هقول له السبب في كده ايه؟ هقول له ان الحكم بتاعه عرف بالقوه والصلابه وكفاءته العسكريه والاداريه، عشان كده اتسعت الدوله في عهده وامتدت من الخليج العربي اهو، الخليج العربي الى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. بص كده على الخريطه، هعملها لك كده تاني بشكل افضل شويه. نهر دجله الفرات اهو، الخليج العربي، تمام؟ وعندي هنا كده في النهايه عشان بس الايه مساحه، ده البحر المتوسط، فده الجزء الساحل الشرقي. كل الجزء ده كده بقت الامبراطوريه بتاعت مين؟ بتاعت نبوخذ نصر الثاني، او نبوخذ نصر الثاني، او الدوله الكلدانيه، او الدوله البابليه الثانيه، او البابليه الحديثه. كل دي صح. الامبراطوريه او الاتساع برضو اتجه ناحيه الايه؟ الغرب. الاتجاه بتاع التوسعات بتاعته ناحيه الغرب، ما كانش بيتجه ناحيه الشرق.
تمام؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، يعني معنى كده الملك نبوخذ نصر الثاني ده بيتشابه مع الملك حمورابي في التوسعات بتاعته، ان هما الاثنين اهتموا بالتوسعات الخارجيه، صح كده؟ فبالتالي نبوخذ نصر الثاني والملك حمورابي الامبراطوريه بتاعتهم امتدت الى البحر المتوسط، الاثنين بيتشابهوا مع بعض في التوسعات الخارجيه. ازاي سقطت الدوله البابليه؟ بعد الملك نبوخذ نصر الثاني، كالعاده ملك قوي جه بعده ملك ضعيف، ده ترتب عليه سقوط الدوله في ايد مين؟ الفرس. يعني اول غزو خارجي كان ايه؟ كان الفرس. الغزو الخارجي اول حاجه جم الفرس احتلوا العراق واسقطوا الدوله الكلدانيه او البابليه الثانيه او البابليه الحديثه بقياده الملك بتاعهم اللي اسمه كورش. ده ملك الفرس اللي استطاع سنه 538 على طول. سمعتك كنت بتقول القرن الكام؟ برافو، القرن السادس قبل الميلاد سقطت دولة العراق على ايد اول غزو خارجي اللي هو كان الفرس. طيب الفرس المفروض ان هم اول غزو خارجي. طب ركز كده معايا، انا قلت لك هنا ده الخليج العربي، الناحية دي كانت دولة الفرس، يعني بالنسبة لدولة العراق الفرس دي فين؟ ناحية الشرق، صح؟ يبقى اول غزو خارجي جه منين؟ جه من ناحية الشرق، ده اول غزو خارجي. طب بعد الفرس بص بيقول لك جه الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني، مقدوني يعني اليوناني او الاغريقي. جه منين؟ الاغريق جم من بلاد اليونان، يعني لو عملت كده هلاقي هنا دوله اوروبا، يعني جه الاسكندر المقدوني ده او الاسكندر اليوناني جه من ناحيه اوروبا، يعني جه من ناحيه الغرب. ركز عشان دي تفصيله مهمه جدا. الفرس اول غزو جه للعراق من ناحيه الشرق، يعني اول غزو خارجي جه لدوله العراق اللي احنا بنتكلم عنها اهي، غير بس اللون عشان تبقى ايه مركز، دوله العراق اهي، تمام؟ اول غزو جالها جه منين؟ جه من ناحيه الشرق اللي هم مين؟ اللي هم الفرس. لكن اول غزو جه من ناحيه الغرب اللي هي الاسكندر الاكبر، عشان دي تفصيله مهمه جدا. جه امتى الاسكندر الاكبر؟ جه الاسكندر الاكبر على بابل اللي هي سنة 330 قبل الميلاد، القرن الرابع قبل الميلاد، تمام؟ لما مات الاسكندر الأكبر ما كانش عنده وريث شرعي، يعني ما كانش عنده أبناء يورثوا منه الحكم من بعده، الإمبراطورية الكبيرة اللي عملها الاسكندر الأكبر. فالمفروض الإمبراطورية دي اتقسمت ما بين القادة بتوعه، كان في 3 من القادة. ال3 من القادة دي احنا بس هيهمنا دلوقتي الملك اللي هو استطاع يتولى إدارة أو حكم الجزء بتاع بلاد العراق وبلاد الشام اللي هو مين؟ اسمه سيليوكس. سيليوكس ده عمل الدولة السلوقية وهو اللي جه بعد الاسكندر الأكبر. يعني بالترتيب كده أنا عندي الفرس أول ناس، بعد الفرس جه الاسكندر الأكبر، طب بعد الاسكندر الأكبر جم السلوقيين، طب بعد السلوقيين الرومان، طب بعد الرومان جم الفرس مرة تانية زي ما قلت لك في أول الدرس، يعني دي رقم 1 ودي رقم 2 أهو، الفرس جم مرتين. طب بعد الفرس بقى آخر مرة خالص الفتح الإسلامي للعراق. تمام يا جماعة؟ ده كده نهاية دولة العراق. انتهت بإيه؟ انتهت باحتلال الفرس. بعد الفرس اللي هم كان بقيادة ملكهم كورش جه الاسكندر الأكبر. الاسكندر الأكبر ده اللي هو المقدوني احتل بابل، ولما مات الاسكندر الأكبر ما كانش له وريث شرعي، فتقسمت الإمبراطورية ما بين القادة بتوعه، ما بين السلوقيين، وبعد السلوقيين الرومان، وبعد الرومان الفرس مرة تانية، وبعد الفرس مرة تانية جه الفتح الإسلامي سنة 632، يعني القرن السابع. القرن الكام؟ القرن السابع الميلادي. وبكده العراق بدأت عهد جديد وبدأت تاريخ جديد من تاريخها تحت الحكم الإسلامي. ده كان الجزء الأول من درسنا النهاردة اللي هي تاريخ بلاد العراق القديم، والمفروض إن شاء الله الجزء الثاني هنتكلم فيه مع بعض عن مظاهر الحضارة في بلاد العراق، الحياة السياسية، الحياة الثقافية، الحياة الدينية، الحياة الاجتماعية. يا ترى الحاجات دي كانت عاملة ازاي في بلاد العراق؟ ده اللي هنعرفه مع بعض